سي المهدي الزواق، مساء الخير. مساء الخير، شكرا على هذه الدعوة. احنا فرحانين في هذا المعرض الجميل، المعرض. صحيح. اليوم حنا تنتواجدوا برواق الوطني باب الروح بمدينة الرباط، وحدث مهم، معرض كبير يؤرخ ل 60 سنة من الفن التشكيلي بالمغرب. كيف تقرأ هذا الحدث البارز؟ اولا كنشكروا المنظمين على هذا التظاهرة، على هذه المبادرة مهمة جدا. اولا باش نجمعوا واحد العدد كبير ديال الفنانة، 160 فنان، باش نعطيو للجمهور واحد جزء كبير من تاريخ الفن المغربي. يعني 60 سنة، هي أجيال متعددة، مدارس متعددة. كنعرفوا أن كاين مدرسة ديال الدار البيضاء، مدرسة ديال تطوان التشكيلية، ولكن كنظن كاين مدارس أخرى، فنانين عصاميين كبار اللي مروا على الصعيد الوطني. فهذه مناسبة أولا باش يتلاقاو الفنانة، وكنظن هذا مهم مع بعضياتهم، يتبادلوا بعض الآراء كذلك، وكذلك نطلعوا على المشهد الفني، الفنون البصرية في المغرب منذ هذه 60 سنة، 6 عقود. فهي في الحقيقة وقفة تأملية باش نشوفوا كيفاش تطور هذا الفن، كيفاش كذلك الآفاق. كنظن من هنا نشوفوا كيبانوا فنانين آخرين جدد مع هاد الفنانة اللي هما ماشي كبار، ولكن فنانات عطاو مسار كبير، واللي هما شقوا الطريق من هاد الفنانة اللي ماجين. نعم، باش تكون عندنا الكونتينيتي ويكون عندنا الآفاق تكون مزيانه بزاف. دونك كيف هو الفن التشكيلي اليوم؟ انتم كتديرون مدرسه كبيره بتطوان، المدرسه الوطنيه للفنون الجميله بمدينه تطوان. كيف هو الفن التشكيلي؟ هل الشباب يميلون الى الفن التشكيلي، ينخرطون فيه، يبدعون، يبحثون؟ فعلا، فالحمد لله احنا اللي كنشوفوا ان كنواكبوا مستجدات، خاصه في المجال الاكاديمي ديال الفنون البصريه في المعهد الوطني للفنون الجميله. كنشوفوا ان الشباب مازال كيهتموا. كنشوفوا ان حين كنعملوا المباراه ديال الولوج ديال المعهد كيجيو عدد كبير، رغم اننا كنا كنستقبلوا 30 من بعد 40. الحمد لله اليوم بفضل كذلك السيد الوزير ان فتحنا على الرباط في ساساله، كذلك في اكادير وفي وجده، كنا كنستقبلوا اكثر من 120